السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده جايه لكم فيديو كده، بس قبل ما نبتدي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نهنئ اخواتنا المسيحيين بعيدهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، يا رب سنه سعيده عليكم وعلى الامه وعلى الناس كلها وعلى العالم كله يا رب. ونقول لهم يبقى رب تكون سنه كده حلوه باذن الله، كل سنه وهم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض فراخ محشيه بالفريك. معانا هنا نص كيلو فريك، انا ما بنقعهوش، في ناس بتنقعه. تمام. ومعانا هنا الكبده والقوانص، ومعانا قوطه متصفيه، ومعانا هنا والله اخر شويه بصل. يعني عارفين انتوا اللي ايه، البصل بقى ب 8 جنيه، وانا ما نزلتش زي ما قلت لكم جبت حاجه. معانا شويه بصل بقى، نشوف هنعمل بيهم ايه دلوقتي. يلا نبتدي نسلم ونقول بسم الله، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا معانا هنا حله وهنا حله. تمام. هنحط كميه البصل دي هنا. هنا هنعمل الفراخ، الخلطة اللي احنا هنحشي بيها، وهنا هنعمل بقية البصل. هنعمل فريك بالكبد والقوانص. تمام. يعني حطينا البصل هنا بالشكل ده، وحطينا البصل هنا. تمام. وهغسل الفريك انا. بصوا يا جماعه، معانا واحده بس جوز الطيب، هنبشرها على الاتنين، لان جوز الطيب بقت ب5 جنيه. دي بقت ب5 جنيه، هبشرها معاكم. بصوا يا جماعه، هنا البصله، وهنا برضو. تمام. معانا هنا الكبد والقوانص، هنحط حبة هنا. لا احنا دي القوانص، لا مؤاخذة، لا دي القوانص بس، عفوا. في الناحية التانية هنحط برضو القوانص. القوانص بتستوي شوية، هنحط لها شوية فلفل اسود، وهنا برضو شوية فلفل اسود، بس مش هحط لها ملح. وهحط لها حبهان، هحط لها شوية حبهان، وهنسيبهم يستووا شوية، وبعد كده هجيبهم. بصوا يا جماعة، هنا اتشوحت، هنحط لها شوية كبد وقوانص، شوية كبدة. هنا مقطعينها بالمقص، هنخليها تاخد تشويحة، وهنحط الفريك، لا هنحط القوطة، هنشوحها شوية وهنحط القوطة. وهنا هنحط بقية الكبدة. هنا هنحط الفريك. بصوا يا جماعة، انا ما نقعتهوش، بس بصوا ما شاء الله عليه. وهنحيقه وهنحط له ميته، هنشوحه الاول، بعد كده هنحط له ميته، وهنحط قالب واحد ماجي. هنحط قالب ماجي وهنسويه 3/4 سوا، عشان نحشي بيه الفراخ ان شاء الله. وهنا معانا شفشق قوطة معصورة، هنحطه. لو الشفشق كتير القوطة بعد ما تتسبك هنشيلها عادي، لان احنا مش حاطين فريك، يعني مش حاطين فريك ولا حاجة. وهنحط له قالب واحد ماجي. احنا كده كده حاطين له الفلفل الاسود بتاعه حاطه، وحط له، انا ما عنديش قرفة وجنزبيل، انا بعشق القرفة والجنزبيل في كل الاكل، بس ايه، هنروح نجيب بأمر الله. هنا نحط المية، لان احنا هنسويه 3/4 زي ما انا قلت لكم كده بأمر الله.
علشان الفراخ شمورتي صغيرة مش هتاخد سوا، يعني في الشوربة مش هتاخد وقت. بصوا هنا يا جماعة، هنا الكبد والقوانص بالفريك، الكبد والقوانص بالقوطة اهي. هنحط الفريك عليها، مش هستنى لما بيتسبك، لا. لان الفريك بيستوي، الفريك بياخد سوا، لازم يبقى فيه زي صوص كده، شوربة يستوي فيها. هنا هنحمر شوية لسان عصفور، هنعمل شوربة تدفينا في الشتاء ده، بمناسبة ان الايه، الاكلة يعني مكلفة شوية، وان احنا الحمد لله هنقعد عليها شهر عقبال لما كتاكيتنا تكبر. لا بجد والله يا جماعة انا بهزر، الحاجات دي يعني ربنا بأمانة ربنا يعني يرحمنا والله، يعني الغلو اللي احنا بقينا فيه ده ربنا يرحمنا والله. يلا الحمد لله الاسعار كلها بقت نار وخراب بيوت، ويعني يعني البصل، طب البصل احنا يعني مش بنستورده، غلي ليه؟ يعني البطاطس احنا مش بنستوردها، طب ماشي احنا عارفين الغلو على العالم كله مش علينا احنا بس في حاجات بجد بجد يعني لو هترخص شويه هنعرف نعمل الميزانيه شويه. يعني النهارده الفراخ انا جايباها ب 76 جنيه، الفراخ دي انا جايباها من قيمه اسبوع يعني، مش بتاعه النهارده، النهارده 64 جنيه البيضه. الاسعار راحت في داهيه، يعني ربنا يرحمنا. شويه لسان عصفور زي ده بيقول لك الكيلو ب 18 جنيه ب 20. انا كان عندي الحاجات اللي انا كنت جايباها موريها لكم، يعني نفعت بجد اليومين دول. يلا ربنا يرحمنا برحمته يا رب يا رب. بصوا يا جماعه معانا الفراخ اهي، في فرخه الرقبه بتاعتها بصوا مش مظبوطه، هنجيب شفت خله السنان كده وهنقفل بيها. عايزه تخيطيها براحتك، بس انا بقولك على وقتك يعني. لو قفلناها بالخله كده مش هيحصل حاجه. تمام، هي قفلت كده زي الفل. ومن هنا برضو واحده، مش واحده، احنا ممكن نضم دي كده. انا بحب الصراحه اخيطها، الف لها. بصوا انا عامله الفريك مش كتير وفي نفس الوقت جوسي كده، يعني في شوربه عشان يستوي من جوه. سخنه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. فانا مش عايزه احط كتير لان انا عامله فريك بقوطه. بصوا عشان لسه هيفنش، انا مش ملياها قوي. بصوا اهي معاكم، انا مش عايزه هي زي مش زي الحمام، انا مش عايزاها تبقى مليانه سخن خالص. عايزه تستني لما يبرد واشتغلي براحتك. انا الوقت اتاخر عندي، هقفلها بدي برضو بالخله، بتنجز جامد قوي يا جماعه. لو ما عندكيش خله ممكن تعملي بتاعه الشيش طاووق، هوريكي ازاي. استنى اجيب لك برضو ايه، شايفه بتاعه دي بتاعه الشيش طاووق دي، يعني ايه ناخدها كده ونحط كده، دي اقوى شويه لان ما شاء الله فرخه ايه سمينه. هنجيبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. التليفون كان هيقع يا جماعه. عشان ايدي السمنه مزفرطه مش عارفه كده. بتقفليها زي اي كأنك بتخيطي حاجه كده كده، بتقفليها كلها، ما تسيبيش حاجه عشان ما تفرقعش ايه الرز، ما يطلعش في السمنه بتزفرط خالص اهي يا جماعه، وبتكسري الحته دي اهي. تمام، ادي كده اول واحده. هكمل بقى كلهم وهوريهم لك لما اخلص باذن الله.
بصي لو عايزه تدخلي بقى لجوه، الطريقه دي برضو حلوه، بقعر المعلقه كده وتدخلي. لو انت عايزه تملي الزور هوريكي. اكنك بتحشي ممبار. بصي كده الزور، بصي اتملى معاكي ازاي، وقفلناها بالخله. طريقه الخله دي سهله قوي يا جماعه، احسن لك لما ايه تقعدي تجيبي ابره وخيط وتقعدي بقى ايه تخيطي. الطريقه دي اسهل. بصوا يا جماعه، احنا كده حشيناهم بالطريقه دي وقفلناهم، والله ما خدوا في ايديا في الحشو يا دوبك، ما كملوش ثانيتين. هسويهم واوريكم شكلهم النهائي بامر الله. بصوا الشوربه بتغلي، انا حاطه هنا بص التيب بس. هحط الفراخ على ايه، على وشها، عشان الصدر بياخد سوا. تمام. الحله ان شاء الله هتاخدهم كلهم. دي الصغنونه دي برضو هتيجي. ومعانا ورك هنا هحطه برضو والرقابي شويه كده. هشيل الريم وبعد كده هشوف احط لها ايه بقى ان شاء الله. اللي عندي جزرايه، طماطمايه، عايزه تحط لها اي حاجه براحتك. بصوا يا جماعه، احنا معانا قشطه، مش هندهنها ولا صلصه ولا، بصي هتطلع معاكي تحفه. ادهنيها زي ما انا بقول لك كده، ولا بكاتشب ولا بصلصه ولا اي حاجه، مفيش حاجه اتفتحت وما شاء الله عليها. هنحمر واحده واحده مع بعضينا. انا بكره التحمير عشان بتولع في وشي. انا بحب احطهم في الفرن، بس لا الفراخ دي مش هتنفع في الفرن. الفراخ دي بس سخنه قوي وانا مش عايزاها ايه شكلها يعني. لسه الزيت. هنحمرها مع بعض. بسم الله. كده خلصنا اكلنا، وكده يومنا خلص مع غلو الاسعار اللي احنا فيها ده. بس الحمد لله عملنا اكله هنقعد عليها بقى شويه حلوين. عقبال لما نعمل. لا انا بهزر يا جماعه، ربنا ييسر لنا الحال وكلنا ايه نبقى ميسرين مش مخيرين بامر الله. عملنا معاكم الفريك على الطريقه دي هتعجبكم قوي، وشويه شوربه لسان عصفور، وعملت الفراخ. وهنا ما اقول لكم ما تنسوناش بالاشتراك وباللايك، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.